السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أول تعليق من نقابة الأطباء بعد اعتداء محمد فؤاد على طبيب بمستشفى عين شمس. دعونا نتعرف على التفاصيل. علق الدكتور خالد أمين الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء على الفيديو المتداول والذي يظهر اعتداء الفنان محمد فؤاد على أحد الأطباء في مستشفى عين شمس التخصصي برفقة عدد من الأفراد. وقال أمين عبر حسابه على فيسبوك إنه يجرى حاليا التواصل مع الأطباء العاملين بالمستشفى، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف أيضا: حدث اعتداء من المغني محمد فؤاد على طبيب وعلى طاقم العمل بمستشفى عين شمس التخصصي، وطبقا لرواية الحاضرين فإن فؤاد قال للطبيب: أنت عارف أنت بتكلم مين؟ ووجه الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء رسالة للفنان محمد فؤاد قائلا: أنت مواطن عادي زي أي مواطن في مصر، تستحق أفضل خدمة طبية ممكنة، ولا يحق لك بأي حال من الأحوال الاعتداء على الأطباء والممرضين بالمستشفى. فحتى لو كان هناك تقصير من وجهة نظرك فهناك عشرات القنوات الرسمية والقانونية الشرعية للشكوى والإبلاغ. وأضاف أيضا: أما إن كنت تعتقد أنك تستحق معاملة خاصة لأنك مشهور، فأنت تستحق محاسبة خاصة لنفس السبب. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.